بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. متابعينا الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة. كما قرأتم من موضوع العنوان، اليوم سنتحدث إن شاء الله عن خلطة طبيعية تقدم للإناث بعد فقس البيض. فرجة ممتعة، دمتم في رعاية الله وحفظه. طبعا في الفيديو السابق كنت قد حدثتكم عن أنني بعد فقس بيض الأنثى أقدم لها بيض مسلوق والباطي. لكن بعض الإخوة سألوني على الخاص، قالوا لي أن لا أحبذ شراء باطي مصنعة من عند بائعي الطيور، لأنه صراحة يخشى من أنها ممكن أن تقدر تكون مغشوشة، أو تاريخ الصلاحية منتهي، كما أنه لا يعرف مكونات هذه الخلطة. فاليوم إن شاء الله في هذه الحلقة سأقترح عليك خلطة جيدة تقدمها لإناث الطيور. الغرض من هذه الخلطة أنك تساعد الأنثى على إطعام الفراخ، لأنها من المأكولات الرطبة التي تساعد الأنثى على إطعام الفراخ للحصول على فراخ بصحة جيدة. مكونات هذه الخلطة أخي الكريم، وهي قطعة من عظم الحبار CPA كما تلاحظون. إذا لم يتوفر لديك عظم الحبار، فيمكنك استعمال الكالسيوم المسحوق الذي يباع في محلات بيع الطيور. إذا لم يتوفر لديك أيضا، يمكنك استعمال قشر البيض. قشر البيض ما شاء الله هو أيضا غني بالكالسيوم المفيد لنمو العظام لدى الفراخ. إذن أعطيك جميع الحلول حتى لا تكون هناك مشاكل وعوائق. حتى مكونات الخلطة متوفرة ما شاء الله في كافة البلدان العربية. ثاني شيء ستحتاجه أخي الكريم وهو بيضة مسلوقة، البيضة تكون مسلوقة على هذا الشكل. ثالث شيء هو الذرة، حبوب الذرة لمن لا يعرفها، حبوب الذرة. وستحتاج إلى الشوفان أو الخرطال. هذا هو الشوفان أو الخرطال، يباع عند بائعين الطيور. هذا هو الشكل لمن لا يعرف تسميته في باقي البلدان العربية. إذن الآن سنمر إلى تحضير الخلطة وإلى طريقة تقديمها. فرجة ممتعة أحبابي في الله.
كما ترون أحبابي في الله، ها هو البيض المسلوق في الخلاط، وهذه يعني عظم الحبار السيبية الذي سنقوم بطحنه مع حبوب الشوفان بعدما تم غليها مع بذور الذرة. إذا بعدما تبرد المكونات يعني نضيفها هكذا في الخلاط، يعني على هذا الشكل. يعني هي وصفة ما شاء الله يعني جد يعني نافعة لفراخ الصغار، عفوا لصغار الطيور. إذا الآن بعدما وضعنا كافة المكونات سنقوم بطحنها جيدا، وسأريكم الشكل النهائي وماذا سنضيف عليه فيما بعد. كان هذا هو الشكل النهائي للخلطة. لا بأس إذا بقي بها القليل من البذور، يعني بذور الذرة التي لم تطحن جيدا. نضيف إليها فقط نصف ملعقة صغيرة من خل التفاح، لأنه جد مفيد لصغار الطيور خاصة لنمو الريش، مع ملعقة ماء، ملعقة صغيرة فقط. على هذا الشكل تقوم بخلط جيد هكذا، يعني بهذه الطريقة. لماذا؟ الغرض من إضافة الماء حتى تصبح الخلطة لينة لكي تأكل منها الأنثى بأريحية، ويعني يسهل عليها الهضم ثم تطعم الفراخ. بعدما يتم خلط جيدا، يعني يكفي أن تضع ملعقة طعام كبيرة في القودي على هذا الشكل، يعني إلى أن يمتلئ القودي بهذا الشكل. بالنسبة للباقي فتحتفظ به بالثلاجة، وعندما تود الاستعمال يعني تخرجه وتتركه يبرد قليلا ثم تقدمه للأنثى في القودي. الخلطة تبقى صالحة لمدة 8 ساعات ثم تزيلها، لأن بها البيض، والبيض كما تعرفون إخواني يعني سريع التعفن، لذلك مرجو تغيير الخلطة يعني كل 6 أو 8 ساعات كأقصى تقدير. أتمنى أن فيديو اليوم يكون مفيد لكم إن شاء الله إخواني، وما زال هناك العديد من الفيديوهات التي سنراها في المستقبل العاجل إن شاء الله، والتي ستكون حصرية ومفيدة على القناة.